يا مساء الفل والهنا. طيب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. آه يمكن اللايفات، بقالي كتير ما عملتش لايفات. ف وحشني الكلام في اللايفات عن مواضيع مختلفة وجديدة. فخلينا النهاردة نتكلم عن موضوع يمكن الفترة اللي فاتت شغلني لدرجة كبيرة، و... ومش شغلني لأن مفيش معلومات عنه، لكن شغلني لأن كترة المعلومات بتخلي الواحد يدور على فرديته أكتر، يدور على المكان والتمكن بتاعه أكتر وأكتر. طيب، موضوع النهاردة عن إيه بقى؟ عن المال. عشان كده سمينا اللايف مال الله، وهنعرف يمكن في الجزء ده او في الجزء التاني من اللايف ده يعني ايه مال الله. بس خلينا الاول نبدأ بكلمة مال. وكلمة مال في القرآن من الكلمات الغامضة الغريبة. يعني لو دورت كده في الآيات كلها عن كلمة مال وانت داخل بالشكل اللي انت معتاد عليه، فغالبا هتلاقي اغلب الايات بتتكلم عن انفاقه، مش بتتكلم عن ازاي تحصل على المال ده. اغلب الايات هتلاقيها بتتكلم عن انفاق المال، مش ازاي تحصل على المال ده. ودي اول حاجة كانت غريبة بالنسبة لي. هو ازاي اصلا حاجة كبيرة او موضوع كبير زي المال يكون القرآن بيتكلم في فرع واحد منه أو مغطي جزء واحد منه بس؟ بعد كده بدأت إن أنا أدور في معنى كلمة مال في القرآن. قلت يمكن كلمة مال دي في القرآن ليها معنى مختلف عن اللي احنا متعودين عليه. يعني يمكن كلمة مال دي مثلا ملهاش علاقة بالنقود، ملهاش علاقة بالفلوس، بالدولارات، ملهاش علاقة. فلقيت ليها جذر، والجذر ده غريب شوية، وبيجي في صورة استفهام أو سؤال. يعني مثلا في آية بتقول: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما لهؤلاء القوم يعني ايه؟ طيب، آية تانية بتقول: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. آه. هو ايه علاقة المال؟ ايه مال هذا الرسول؟ مال هؤلاء القوم؟ وايه علاقة الأداة بتاعت الاستفهام دي بالمال اللي احنا نعرفه؟ طيب، خدوا بالكم ان دايما ما لهذا الرسول، ما لهؤلاء القوم، دايما بتسأل عن المصدر. يعني ايه بتسأل عن المصدر؟
يعني فين النقطة اللي منها خرج اللي أنا بسأل عنه ده؟ يعني مثلا ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، هتلاقي هو فين النقطة أو المصدر اللي خرج منها عدم الفقه. ما لهذا الرسول، هو فين النقطة أو المصدر اللي الرسول ده بيدعيه وهو بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فدايما ما لهؤلاء القوم ما لهذا الرسول هتلاقيها بتسأل عن مصدر الشيء، فين النقطة اللي بيخرج منها الشيء. يعني الجذر ده في حد ذاته كده عبارة عن سؤال عن التطابق بين المصدر وبين الواقع. تاني كده، عبارة عن سؤال عن التطابق بين المصدر وبين الواقع. يعني المصدر اهو والواقع اهو، فين بقى النقطة اللي في المصدر ده اللي تخلي الواقع ده عامل كده؟ يعني ده معناه ان التجسيد بتاع المال هو عبارة عن تعبير عن التطابق بين مصدر الاشياء ومصدر الوجود وبين الواقع اللي انت بتعيشه. تاني، المال هو عبارة عن التطابق او التماثل او التجسيد للتطابق والتماثل بين المصدر بتاع الاشياء وبين الواقع اللي انت بتعيشه. ده معناه ايه؟ ده معناه انه انا النهاردة لو عايز يكون عندي مال، مش من المفترض ان انا اركز على النقود. المفترض ان انا اشوف اول حاجة فين المصدر بتاعي والواقع بتاعي، وابدأ اطبق الاتنين على بعض واخلي كل جزء في الواقع عندي مستمد من المصدر ده. تاني، لو انا النهاردة عايز يكون عندي مال، المفترض اشوف فين المصدر اللي بستمد منه وفين الواقع بتاعي، وابدأ ان انا اطبق الاتنين على بعض واخليهم يتماثلوا ويتجانسوا مع بعض، واخلي كل تفصيلة في الواقع مستمدة من المصدر اللي انا بستمد منه ده، فيبدأ يتجسد المال والنقود. طيب، لحد كده والدنيا نوعا ما لذيذة. طب تعالوا نشوف بقى ازاي اصلا نحصل على المال ده، او ازاي نجيب الحتة اللي احنا بنقولها دي. ركزوا كده في الآية، هما بيقولوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يبقى مبدئيا كده أول حاجة الناس بتفكر فيها بخصوص المال أو بخصوص الجذر ده هو الواقع الحالي اللي هم فيه، وبيتجاهلوا المصدر تماما. أول حاجة تعطل عندك الحصول على المال إن أنت تروح باصص للواقع بتاعك ده على إن هو ناقص من المال، معدوم من المال، مفيش فيه أي وسيلة، مفيش فيه أي طريق، مفيش فيه أي تعبير عن المال أو عن التدفق المالي، وتفصل ده عن المصدر تماما. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فين يا عم الرسول المصدر والإله اللي انت بتقول عليه؟ ازاي وانت بتأكل الطعام وبتمشي في الأسواق؟ فين بقى القصور والجنات والملك اللي نازل معاك؟ أول حاجة تعطل التدفق المالي على طول. أبص كده للواقع بتاعي، ايه ده أنا ساكن في شقة صغيرة
والأكل بتاعي يدوب على قدي، والتلاجة عندي مش مليانة، وبنزل كل يوم أروح الشغل وأشتغل معرفش كام ساعة. أول حاجة تبوظ التدفق المالي. مفيش أي رابطة بين الواقع، انت فاصل الواقع عن المصدر بتاعك. طب بعدها بيقولوا ايه؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. تاني حاجة تبوظ التدفق المالي بتاعك هي ان انت تضرب الامثال. يعني ايه تضرب الامثال؟ يعني تبقى حاطط تصورات معينة عن التدفق المالي، لما هيحصل التدفق المالي ده التصورات دي هتكون موجودة. او حاطط تصورات معينة عن المصدر بتاعك، ولما هيحصل الاتصال بالمصدر بتاعك ده التصورات دي المفروض انها تتحقق، وإلا مفيش اتصال بالمصدر. ما هو انت رسول جاي النهاردة بتقولي ان انت متصل بخالق الكون. فين يا عم الرسول بقى الحاجات اللي انت بتحصل في الواقع بتاعك؟ وابدأ انا اشوف الحاجات اللي انا حاسس ان هي ناقصة من حياتي، والصور اللي اتزرعت في دماغي، واطبقها عليا او على الشخص اللي قدامي. مثلا انا قاعد هو فين صحيح التدفق المالي ده؟ ولا فين القصر اللي انا ساكن فيه؟ ولا فين العربية المعرفش ايه؟ ولا فين البيت المعرفش ايه؟ ولا فين طب ما افرض ده مش سكتك. افرض انت التدفق المالي في حياتك ليه تجليات تانية. افرض انت المصدر في حياتك ليه تجليات تانية. افرض ده مش بصمتك خالص، مش فرديتك نهائي. فدي تاني حاجة تبوظ الدنيا خالص. طب تعالوا نشوف كده الرد من ربنا ايه بقى. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا اهو. اول حاجة تاني حاجة تبوظ الدنيا خالص ضرب الامثال. فلا يستطيعون سبيلا. يعني اول ما تضرب الامثال وتحط التصورات بتاعتك على نفسك وعلى الواقع بتاعك، لا يمكن هتلاقي السبيل للتدفق المالي. لا يمكن هيكون عندك الاستطاعة ان انت يحصل عندك تدفق مالي. تبارك الذي إن شاء، وركزوا بقى معايا في الحتة دي، إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. يبقى أول حاجة تعرفها كده، التدفق المالي مرتبط بالمشيئة. طيب يعني ايه بالمشيئة؟ يعني ربنا يشاء يحصل التدفق المالي وكأن ربنا ده منفصل عني؟ لا. في آية بتقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يعني ده معناه إن مشيئتك ومشيئة الله مقترنين، الاتنين مع بعض. ربنا شاء يبقى انت شئت، انت شئت يبقى ربنا شاء. الاتنين مش منفصلين. طب هي المشيئة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا عايز الحاجة كده في الهوا؟ لا. ليه؟ لان احنا عندنا مثل بسيط
مع موسى والخضر. الخضر بيقوله لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. انت ما عندكش الاسباب اللي تخليك تصبر، ما عندكش الخبرة اللي تخليك تصبر. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. او ده اللي موسى عمله واللي احنا بنعمله. ان شاء الله هيحصل، ان شاء الله هعمل. طب انت ما عندكش الاسباب اللي تحقق المشيئة دي. الترددات بتاعتك مش مظبوطة على المشيئة اللي انت عايزها، مش جاية عليها. فيفضل يغلط مرة واتنين وتلاتة واربعة وعشرة. اول حاجة عملها موسى بسبب الحكاية دي ان هو حط على نفسه حدود. راح حاطط على نفسه حد. اول ما غلط مرة واتنين وتلاتة راح قايل ايه، لو سألتك عن حاجة تاني ما تتبعنيش، ما تخلينيش امشي معاك. طب انت اللي حطيت على نفسك اصلا الحد ده، هو ما حطوش عليك ليه؟ لان هو ما عندوش الاسباب اللي تحقق له المشيئة بتاعته. بنرجع تاني، التدفق المالي مرتبط بالمشيئة، ومش مجرد ان انا اقول دي مشيئة الله، ده ربنا ما شاءش لسه. مرتبط بالمشيئة بمعنى ان تبقى عندك انت مشيئة عند ربنا مشيئة، والاتنين يتطابقوا مع بعض فيحصل التجسد، يحصل التشيؤ. ازاي تحصل المشيئة دي هنقول بس كمان شوية. طيب، بل كذبوا بالساعة. بل كذبوا بالساعة. قبل بس ما نتكلم عن الساعة، هو بيقول تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. يعني ايه من ذلك؟ هم اصلا بيقولوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، فهو بيقول تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. يعني من قلب الواقع بتاعك يجيلك الخير، من قلب الواقع بتاعك يجيلك الخير. الواقع اللي انت فاصله عن المصدر بتاعك ده، وفاصله عن اللي انت عايزه، وما عندكش الرابطة اللي تربطهم ببعض، اهو ده الواقع اللي منه يجيلك التدفق المالي. ده الواقع اللي منه يحصل التدفق المالي، بس انت مش واخد بالك. طيب، يعني ده معناه انه انت دلوقتي لو انت حتى قاعد في البيت بتاكل وبتشرب وبتنام، اهو الواقع بتاعك ده دلوقتي منه، لو انت حصلت عندك المشيئة وتطابقت مع مشيئة المصدر، خلاص الموضوع خلص. طب هو ايه اللي بيخلي الاتنين مفصولين عن بعض؟ ايه اللي بيخلي مفيش سبيل بين اللي انا فيه واللي انا عايزه؟ بل كذبوا بالساعة. احنا في دماغنا الساعة دي اللي هي ايه، قيام الساعة، اللي هو يوم القيامة المعروف. واحنا اتكلمنا عن الآخرة ويوم القيامة والساعة دي لما شبعنا في لايفين قبل كده. طيب، امال ايه الساعة دي؟ الساعة جاية من السعي. يعني ايه الساعة جاية من السعي؟ يعني الحركة الطبيعية بتاعتك اللي تفتح لك مسارات الشيء. تاني، الحركة الطبيعية بتاعتك اللي تفتح لك مسارات الشيء، ده السعي.
اول ما تتفتح لك مسارات الشيء وتبدأ تحصل على الشيء اللي انت عايزه، ده اسمه قيام الساعة. اللي هو ايه؟ قيام نتيجة وتجمع اسباب السعي مع بعضها عشان تشيئ لك اللي انت عايزه. يبقى انت بتكذب بالساعة. يعني ايه بتكذب بالساعة؟ يعني بتكذب بالبذور الصغيرة البسيطة خالص اللي عندك، اللي اصلا توصلك للي انت عايزه في الاخر. بتكذب بالبذور البسيطة اللي عندك، اللي تبدأ ان هي توصلك للي انت عايزه اصلا. يا عم ده انا قاعد في البيت مش لاقي شغل، هجيب مال ازاي؟ يا عم ده انا اصلا الشغل بتاعي بيجيب لي 1000 جنيه في الشهر، هجيب مال ازاي؟ يا عمي ده انا ما قاعد يا دوب بركب ميكروباص بالعافية، مال ايه اللي بتتكلم عنه؟ يا عم ده انا لسه ماما وبابا بيصرفوا عليا. اهو اللي انت بتعمله ده، اهو اللي انت بتقوله ده عبارة عن بذور ربنا حاططها لك. لو انت انتبهت وصدقت بالساعة، هتلاقي السبيل منها للي انت عايزه. واول ما بتصدق بالساعة انت بتتحط على طول على الطريق للي انت عايزه. اول ما تصدق بان الواقع بتاعك دلوقتي فيه السبيل للحاجة اللي انت عايزها، وفيه سبيلك انت الخاص للحاجة اللي انت عايزها، وتبدأ تحقق فيه مشيئتك، تبدأ تتصل على طول باللي انت عايزه. اول ما تكذب بتفصل الاتنين عن بعض. عشان كده لما تيجي تقول لي انا مش معايا فلوس، طيب تمام، انت معاك ايه؟ يا عم معايا اللبس اللي عليا بس. حلو، ده جزء من سبيلك. يا عم معايا رغيفين عيش في التلاجة. حلو، ده جزء من سبيلك. القصة بتاعت رسول محمد، هو كان عبارة عن ايه؟ عبارة عن تاجر بيشتغل عند سيدة أعمال كبيرة. ما هو من هنا، من اللي هو عمله ده، من الحاجة البسيطة دي، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، حاجة بسيطة خالص، فجأة بقى رجل أعمال. فجأة بقى هو اللي ماسك أعمال السيدة خديجة كلها، واتجوز وبقى عنده بيت وبقى عنده رسالة وبقى عنده حياة وبقى عنده كل حاجة. امتى؟ لما هو صدق بالساعة، لما هو بطل يفصل الواقع بتاعه عن اللي هو عايزه. طيب، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. يعني ايه سعيرة؟ يعني الحاجة تقعد تستعر عليه، يعني المشاعر السلبية اللي هو حاسسها بسبب نقص وافتقاد الحاجة اللي هو عايزها تبدأ تقعد تزيد 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 تزيد. ليه بتزيد؟ علشان خاطر كل ما هي بتزيد كل ما هي بتنبهه. خد بالك، انتبه، لان طول ما مشاعرك السلبية بتزيد انت مش على الطريق. طول ما الافكار اللي انت فيها بتزيد طول ما انت مش على الطريق. طول ما الواقع بيضيق عليك اكتر انت مش على الطريق. انت كده في السعير، انتبه. طب انتبه، هعمل ايه؟ اربط ما بين الواقع اللي انت عايشه والسبيل اللي انت عايزه.
عشان كده مفيش حاجة اسمها اعمل ايه 1 2 3 اجيب المال. في حاجة اسمها انت عندك ايه دلوقتي حالا تعمل بيه ايه من انهي مكان عشان توصل للي انت عايزه. ركزوا بقى في الحتة اللي جاية دي. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يعني لو شافوها كده، لو شافوا الساعة، لو شافوا الحاجة اللي هم عايزينها من مكان بعيد، يحسوا ان هي بتزفرهم بعيد عنها، يحسوا ان هي مش طايقاهم، او يحسوا ان حلمهم ده مش طايقهم اصلا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. يعني لو هم من حلمهم ده الظروف اتهيأت بشكل خلتهم في مكان من وجهة نظرهم ضيق، يتمنوا الموت، يتمنوا الثبور، يتمنوا الهلاك. عارف انت الشخص اللي اول ما تكلمه عن حلمه وشه يتقلب ويبقى ناقص يولع فيك؟ هم دول. ليه؟ لان هو مكذب اصلا بالساعة، هو اصلا مكذب بالساعة. يجي يبص على حد محقق الحلم اللي هو عايزه ولا عنده تدفق مالي، يا نهار ابيض، غضب الله ينزل على وشه. فجأة يبقى ما فيش دماغ هنا، اتقفل. يحس ان كل حاجة بتصفره، يحس ان كل حاجة رفضاه، كل حاجة مخنوقة منه اصلا، الهدوم اللي عليه مش طايقاه اساسا. بص بقى كده، قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. ركز بقى في الحتة اللي جاية دي. يبقى مين اللي موعود بالجنة؟ المتقون. مين اللي الواقع بتاعه يصير للي هو عايزه ويوصل للي هو عايزه ايا كان الواقع ده ايه؟ المتقون. طيب، مين هم المتقون؟ حالة التقوى هي حالة توليد القوة لأقصى حد. يعني انت وصلت لدرجة من الاتصال بالمصدر ولدت منه قوة لأقصى حد وأطلقتها. أنا دلوقتي حالا باكل أكل بسيط، الأكل ده بينزل جوه يديني طاقة وقوة أكتر من أي كائن خلقه ربنا. أنا بتحرك النهاردة، الحركة بتاعتي دي قوتها بمليون واحد بيتحركوا. طب ازاي وكان على ربك وعدا مسؤولا؟ اول ما تتصل بربك يبدأ يعد ليك ويجمع ليك العدة اللي تحقق لك السؤال بتاعك، اللي تحقق لك الوعد بتاعك.
فيبدأ الواقع بتاعك يصير ويمشي في الطريق اللي انت عايزه. لما تبقى انت بقى من المتقون دول، لما يجي حد يقولك هو فين يا عم اللي انت عملته، انا في الطريق دي. طب عرفت منين ان انت في الطريق؟ افكاري كذا، مشاعري كذا، احساسي كذا، القوة اللي بتحرك بيها كذا وكذا وكذا وكذا. عمرك ما تلاقي حد من المتقون تيجي تسأله فين اللي انت عايزه يقولك لسه والله، ولا والله ده احنا بنحاول. ليه؟ لان هو موعود ومصدق بوعد ربنا، مصدق بالساعة، عارف كويس الطاقة اللي هو بيولدها والذبذبات اللي هو بيولدها عاملة ازاي. متأكد 1,000,000% ان هو هيوصل للي هو عايزه. طب ايه اللي بيحصل بقى اول ما يتصل المتقون بالمصدر بتاعهم؟ يبدأ يتكون نسخة من المال والتدفق المالي اللي هم عايزينه، اسمه مال الله. يعني ايه مال الله؟ يعني يبدأ يحصل تطابق ما بينهم هما وما بين المصدر قبل الواقع بتاعهم. يعني يبقوا مثال الله، يبقوا هما والله واحد، وتحصل وحدة واكتمال جواهم، يحصل انتساب وانصهار ما بينهم وما بين الله. أول ما يحصل الانصهار ده، يبدأ الواقع بتاعهم كله يترتب ويتخلق من أول وجديد عشان يحقق لهم اللي هم عايزينه. فيبدأ يتكون عندهم ما لله. طيب، لما يتكون عندهم ما لله دول، هم بيعملوا ايه بقى؟ يبدأوا ينفقوا منه. مش هم حصل انصهار بينهم وبين المصدر، بقى عندهم عطاء من المصدر، يبدأوا ينفقوا منه. كل ما ينفقوا ربنا يخلف عليهم، كل ما ينفقوا ربنا يخلف عليهم. تخيل، هو كل ده لسه ما حصلش التجلي المادي، وكل ده هم لسه يدوب اوتوا من مال الله. فيبدأ يبقى عندهم اللي ينفقوا منه. لما ينفقوا يبدأ يحصل الخلف والاستخلاف بتاعهم. تلاقي ربنا يستخلفهم في المكان الصح اللي يجيب لهم اللي هم عايزينه. طيب، احنا لحد دلوقتي بنتكلم بشكل نظري في اللايف ده او في الجزء ده. المرة الجاية هنتكلم بشكل عملي. بس احنا دلوقتي بنمهد بس الموضوع. يبقى انت تحولت الان بمجرد ما تكون عندك مال الله، من انه انت واحد مش معاك اللي تنفقه، لان انت واحد عندك اللي تنفقه. في موقف معروف قوي عن الرسول، اللي هو لما واحد جاله بيطلب منه فلوس، قال له ايه اللي معاك تبيعه؟ جاب له حتة خيشة ولا حتة خرقة من هدوم، حاجة كده. راح الرسول رافعها، مين يشتري دي؟ واحد اشتراها من الصحابة، راح مديله الفلوس، قال له روح اشتري بيها بضاعة وبيعها. امتى يحصل كده؟ لما انت تصدق بالساعة،
لما انت تصدق بان اللي معاك دلوقتي هو اللي هيوصلك للي انت عايزه، لما انت تحس ان اللي معاك دلوقتي يغنيك. انا واحد مثلا دلوقتي انا معايا ايه؟ معايا معلومات، انا بعرف ان انا اطلع معلومات، تمام، حلو. ادي معلوماتي، مين يشتري مني الكورس الفلاني؟ مين ياخد مني المعلومة دي عشان يوصل للنتيجة الفلانية؟ كل حاجة ربنا مديها لك في الوقت الحالي هي عملة. العملة دي لو احسنت استغلالها وعرفت ازاي تستخدمها صح تبدأ تكسب. عندك معلومات، قدمها للناس، وريها للناس. عندك موهبة، بتعرف ترسم، بتعرف تغني، بتعرف تعزف، يلا. عندك حاجة قديمة مش محتاج بيعها. الواقع بتاعك الآن فيه الحاجة اللي انت لو استخدمتها صح توصلك اللي انت عايزه. طيب، خلينا نكتفي بكده النهاردة، ونشوف لو في أي حد عنده أي سؤال. مساء الفل يا نادرة. أرجوك أستاذ نادر احفظ اللايف، اللايف هيكون محفوظ وينزل على اليوتيوب. في أي حد عنده أي أسئلة؟ في حد عنده أي سؤال في اللي احنا قلناه؟ عندي سؤال، لو في مصادر مختلفة للمال لكن كلها بتتصرف بسرعة. طيب، في مصادر مختلفة للمال لكن كلها بتتصرف بسرعة، ده معناه انه انا بكسب المال او بيدخل عندي المال او الاشياء في النطاق بتاعي وبيحصل لها تجسيد، بس انا ما عنديش الاتصال الكافي اللي يخليها تتحفظ فتتصرف في الاماكن اللي تزودها لي. ما عنديش القدرة على تطوير الحاجة اللي داخلالي وبتتجسد لي دي. انا كده محتاج المال اللي بيدخل لي او الحاجة اللي بتدخل لي ابدأ ان انا اتصل باسم ذي المعارج، فيبدأ المال ده يعرج الى الله، فيبدأ يوصل لمرحلة ان هو يتطور ويشيع لي مزيد من المال ويشيع لي مزيد من الاشياء. ممكن اللايفات الجاية نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. هل التعلق يعيق تدفق مال الله؟ بصي، لو انا النهاردة متعلق ده معناها ان انا حاطط سبيل واحد بس لحاجة معينة. يعني مثلا الشخص ده بس هو اللي انا هاخد منه الشعور الفلاني، الشيء ده بس هو اللي انا هوصل منه للهدف الفلاني، الطريق ده بس هو اللي هيوصلني للحلم اللي انا عايزه.
ده معناه ان انا مكذب بالساعة، مش هعرف اشوف ال الادوات والعدة اللي ربنا مديها لي اصلا علشان خاطر اوصل بيها اللي انا عايزه. مش هعرف اشوف الادوات والعدة اللي ربنا مديها لي عشان اوصل بيها اللي انا عايزه. فانا هنا محتاج ابدأ ان انا اصدق بالساعة، فيبدأ التعلق ده يختفي شوية بشوية، ما يحصلش عندي طغيان. م. مين كمان؟ طيب، كده ان شاء الله المرة الجاية اللايف اللي احنا هنعمله هيكون عملي اكتر. هنبدأ ناخد فيه تدريبات عملية وتطبيقات ازاي نعمل اللي احنا قلناه النهاردة. اسمعوا اللايف ده اكتر من مرة، عشان يبدأ يدخل لكم وعي المال من الكتاب، لان بمجرد ما يبدأ يدخل الوعي بتاع الشيء يبدأ ان هو يتجسد في الحياة. اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.